لو عربيتك او الموتوسيكل بتاعك اتسرق يبقى في اجراءات لازم تعملها عشان تقدر ترجعه وبسرعة. السلام عليكم، انا علي بدر وده برنامج المستشار. لو انت اول مرة بتشوف البرنامج عبارة عن معلومة قانونية جديدة بتهم عدد كبير جدا من الناس في المجتمع المصري مع كل حلقة جديدة. لو عربيتك او الموتوسيكل بتاعك اتسرق يبقى في 3 اجراءات لازم تعملهم بالطريقة اللي هقولك عليها. بس قبل ما نبدأ واقولك ايه هي الاجراءات دي هقولك نصيحة. اي حد معاه عربيه او سكوتر او اي مركبه ليها رخصه، ما ينفعش ان انت تسيب رخصه العربيه او الورق اللي يخصها جوه العربيه، وهقول لك ليه خلال الفيديو. طيب، اول اجراء لازم تعمله هتعمل محضر في اسم الشرطه، اسم الشرطه اللي حصل في دايرته الواقعه. بس طبعا قبل ما تعمل المحضر وقبل ما تروح هتشوف المكان اللي تمت فيه السرقه، تحاول توصل لاقرب كاميرات في المكان ده. ممكن تلاقي ان الواقعه دي متصوره، وكمان ممكن يكون الحرامي له صوره واضحه، الكاميرات واخده له صوره واضحه. فحاول ان انت تراجع الكاميرات دي. لو لقيت ان واقعة السرقة متصورة يبقى ده كلام جميل جدا، هتاخد الفيديو ده على الموبايل بتاعك او على فلاشة وهتنزله على اسطوانة. وكمان لو الحرامي صورته باينة، فهتحاول ان انت تاخد صورة وتطبعها على ورق، وبعد كده تاخد الاسطوانة او الورق ده وتروح على اسم الشرطة اللي حصل في دايرته السرقة. هتروح تعمل محضر بسرقة العربية. طبعا هتقول رقم العربية ويبقى معاك صورة من الرخصة وصورة من البطاقة بتاعتك. في المحضر ده هيعمل لك محضر بالواقعة، وهتحدد بالظبط اتسرقت الساعة كام وتحدد المكان بالظبط، وكمان رقم الشاسيه ورقم الموتور ورقم اللوحات طبعا هيبقى موجود في الرخصة. بس المهم ان انت لما يسألك على العنوان بتاعك او وهو حتى بيكتب المحضر، لانه ممكن ما يسألكش على العنوان، بيكتب العنوان اللي في البطاقة. حاول ان العنوان اللي هيتكتب في المحضر، او لازم العنوان اللي هيتكتب في المحضر يكون عنوانك اللي انت مقيم فيه فعلا. لان لو حد حب يجيلك مثلا من الشرطة بعد كده بسبب الواقعة دي، يقدر يوصل لك، ما يكونش عنوان اللي في البطاقة وبس، لا، المهم يكون العنوان اللي انت موجود فيه. حاجة مهمة كمان بتعملها في المحضر، لازم تسيب رقم تليفونك ويكون تليفون شغال، بحيث ان لو حاولوا ان هم الشرطة حاولت تتواصل معاك بخصوص المحضر اللي انت عامله، يقدروا يوصلوا لك. سيب رقم تليفون او سيب رقمين، ولازم انت اللي تصمم، حتى لو ما سألكش على رقم تليفونك لازم انت اللي تصمم ان انت تسيب رقم التليفون. بس كده خلاص، انت عملت المحضر. خد بقى الرقم بتاع المحضر، وبعد كده اطلع من القسم جري على طول على مباحث السيارات. كده احنا خلصنا اول اجراء قلت لك عليه. تاني اجراء بقى هتروح على مباحث السيارات برقم المحضر اللي انت عملته، معاك صورة الرخصة ومعاك صورة بطاقتك، وهتعمل هناك حاجة اسمها اشارة بسرقة العربية. هتقول مواصفات العربية، هتقول رقم اللوحات، رقم الشاسيه، رقم الموتور، كل الكلام ده بيكون موجود في الرخصة. بس فهناك بيعملوا لك اشاره بسرقه السياره او العربيه او الموتوسيكل او السكوتر. طيب، ايه فايده الاشاره دي؟ فايده الاشاره دي ممكن يكون الحرامي اللي سرق العربيه خد العربيه ان هو يعمل بيها اي جريمه مثلا، او يتمشى بيها شويه، وكل غرضه في الاخر ان هو هيرميها، يرميها في اي مكان بعيد. وده بيحصل فعلا، ان هو في ناس بتلاقي العربيات بتاعتها مرميه او مركونه بقالها فتره في اماكن ومحدش بيسأل عنها. فهنا الاهالي بتبلغ والله في عربيه مركونه ومحدش بيسأل عنها ومحدش بيجي جنبها. فهنا الشرطه بتيجي وبتبلغ رقم العربيه ورقم الشاسيه ورقم الموتور، ويتبلغ ويعملوا بحث عليها على السيستم بتاع المرور. هنا لو حضرتك عامل الاشاره هيعرفوا على طول ان انت عامل محضر بسرقه العربيه، وهيقدروا يوصلوا لك من خلال المحضر اللي انت عامله، سواء عن طريق العنوان بتاعك او عن طريق رقم التليفون اللي انت سايبه. كمان لو الحرامي متطور شويه وحب ان هو يبيع العربيه، لو حضرتك ناسي الرخصه في العربيه وحب ان هو يبيع العربيه، ممكن يزور توكيل او يزور عقد ويبيعها لحد ما يعرفش اساسا ان هو ان العربيه دي مسروقه. بس فلو العربية بتتنقل من مرور لمرور، في حاجة اسمها استعلام أمني. استعلام أمني بيبقى بصورة الرخصة وصورة بطاقة اللي بيحاول يعمل الإجراء ده. الاستعلام الأمني بيكشف على سيستم المرور، وبيشوف هل اللوحات متبلغ عنها، هل رقم الشاسيه متبلغ عنه، هل رقم الموتور متبلغ عنه من عدمه. طبعا انت لو ما عملتش الإشارة دي مش هيبان على سيستم المرور أي حاجة. كده انت بتضيق الخناق على الحرامي. وطبعا لو وصلوا ان العربية مسروقة، بيمسكوا العربية طبعا وبيمسكوا اللي عايز يعمل الاجراء ده عليها. طيب، كده انت عملت حاجتين، عملت محضر، وبعد المحضر مباشرة طلعت من القسم، رحت رايح على طول على المرور وعامل الاشارة. ده لازم يبقى مباشرة على طول، حاول ان انت ما تضيعش وقت.
طيب بعد كده هتعمل ايه؟ بعد كده هتروح في البيت بقى تقعد شويه 4 5 ايام. بعد ال4 5 ايام المحضر اللي انت كنت عملته في القسم بيوصل النيابه، فبتروح النيابه بالرقم اللي انت اخدته من القسم. لو هو رقم جنح وده بيبقى قليل بتروح على النيابه على طول. لو رقم احوال بترجع على القسم تاني وتقول انا خدت رقم احوال وعايز الرقم القضائي. بتاخد رقم قضائي وبعد كده بتطلع على النيابه اللي القسم تابع ليها. بس بتروح برقم المحضر ده وبتخش الرئيس النيابه بتقول له انا عايز جواب للمرور. شوف حضرتك تبع مرور ايه؟ يعني مثلا لو انت تبع مرور توسن عايز جواب لمرور توسن، او عايز جواب لمرور ابيس، او عايز جواب لمرور محرم بيه، على حسب المرور بتاعك. بتروح بتاخد جواب من رئيس النيابه مختوم بختم النسر، وبتروح على المرور بتاعك وبتنزل الملف كأنك هترخص عادي، بس بتحط الجواب جوه الملف، بتخلي الموظف يحط الجواب جوه الملف. طيب وبرضو هقول لك ده فايدته ايه. فايدته ان لو حصل برضو وحد زور على الرخصة بتاعتك، حد زور على الرخصة بتاعتك توكيل او عقد بيع او كذا، او حاول يجدد او حاول يعمل اي حاجة، فهنا الموظف بيوقف اي تعامل. الجواب ده بيوقف اي تعامل. مش بس كده، ده هو بيبلغ مباحث السيارات على طول، او مباحث المرور اللي جوه وحدة المرور، وبيجوا بيتمسك، بيجوا على طول يمسكوه. هل هو بقى حسن النية؟ هل هو اللي سارق فعلا؟ ايا كان كده خلاص هو اتمسك، مش هيتساب الا لما يجيب اللي باع له العربية او اللي سرق العربية، اذا كانش هو اللي سرقها فعلا. فهنا اذا هنا انت 3 حاجات بتعملهم: بتعمل المحضر عشان تبلغ بالواقعة وتثبتها، كمان لو في فيديو لو في صور للحرامي انت كده بتسهل للمباحث عملها. يجوز يكون ان هو معروف، فهتقدر ان انت توصل عربيتك راحت فين. تاني حاجة بتعملها بتروح تعمل إشارة. الإشارة دي بيتبلغ بيها كل أجهزة الكمبيوتر بتاعة المرور. لو كشفوا على العربية بالجهاز الجديد ده من خلال الملصق، أو لو العربية اتبلغ عنها إنها مركونة أو مرمية في طريق معين، أو حصل حادثة أو حصل أي حاجة، ايا كان بيتبلغ عليه وبيدخلوا رقم وبيدخل رقم اللوحات او رقم الشاسيه او رقم الموتور. هنا بيبان على طول ان العربيه متبلغ عنها، وبيقدروا من خلال الاشاره اللي انت عملتها دي يوصلوا للمحضر اللي انت كنت عامله وفيه عنوانك وفيه رقم التليفون. كمان انت بتروح على النيابه وبتطلع خطاب بوقف التعامل على العربيه، لان العربيه ممكن يتزور عليها عقد او يتزور عليها توكيل وتتباع لحد هو اساسا ما يعرفش انها مسروقه، وطبعا ده لو حصل يبقى هتخش في متاهة. فهنا مجرد جواب وقف التعامل هنا بيوقف التعامل على العربية بأي شكل من الأشكال. واحنا سمعنا كتير عن او شفنا كتير ان في عربيات فعلا جت من عن طريق الاشاره، بالذات اللي هي اشاره بسرقه العربيه من خلال السيستم بتاع المرور. انت كده عملت اللي عليك بال3 حاجات دول. لو عملت ال3 حاجات دول يبقى ان شاء الله عربيتك لازم هترجع باذن الله. كمان انا بقى ما قلتلكش ليه ما ينفعش تسيب الرخصه بتاعت العربيه بتاعتك. اولا اي حد ماشي بعربيه لازم يكون معاه رخصه. لو ما معهوش رخصه هيخاف ان هو يمشي، هيخاف ان هو يمشي، اي كمين يوقفه يقول له هات الرخص بتاعتك، وريني الرخص بتاعتك افحصها. انت ممكن تكون سايب الرخصة بتاعتك في العربية، وده بيحصل كتير، او في السكوتر او الموتوسيكل او هكذا، والعربية او الموتوسيكل بيتسرق، واللي بيلاقي اللي بيسرق العربية او الموتوسيكل بيبقى بيلاقي فيه الرخصة. هنا انت بتسهله مهمته. هنا لو طلع رخصته هو الشخصية مع رخصة العربية هيعدي من الكمين، مش هيسأله عربية مين دي. الكمين على طول، او 90% من الكمائن بتعدي على طول. طالما معاك رخصة العربية يبقى العربية بتاعتك او بتاعت اخوك او بتاعت صاحبك او بتاعت شغل، فعلى طول هيعديك. قليل قوي اللي هيسأله انت مين صاحب العربية. فهنا انت بتسهل له حركته ان هو يقدر يتحرك بالعربية. اما لو الرخصة مش موجودة فطبعا هيبقى صعب، وهيختار الوقت كمان اللي هو يقدر يتحرك بالعربية جوه البلد او على الطرق، لانه هيخاف ان هو يقف في كمين هيقول له فين الرخصة، مفيش رخصة، فطبعا مش هيسيبه لحد ما يتحرى عن العربية. ولو حصل كده والرخصة ما كانتش موجودة واتحرى عن العربية من خلال السيستم بتاع المرور، هيقدر الضابط بتاع كمين يوصل ان العربية متبلغ بسرقتها. وهنا العربية برضو مش هيسيب العربية ومش هيسيب اللي راكب العربية، والعربية ان شاء الله هترجع لك لما هيرجعوا للمحضر ويلاقوا رقم التليفون وكمان العنوان بتاعك. طيب كمان ممكن لو الرخصة موجودة وانت سبتها، ان الحرام يكون متطور شوية ويقدر ان هو يزور عقد بيع للعربية، عقد طالع منك انت
عقد صادر منك انت لصالح مشتري، هو راح اتفق معاه ان هو والله العربية دي بتاعت شخص عايز يبيع وانا الوسيط، فيجيب له عقد منك انت. طبعا العقد ده هيكون مزور او ممكن يكون عليه اختام صحيحة من الشهر العقاري، لكن طبعا في الحقيقة ان هو مزور لان انت ما بعتش، او توكيل. فهنا طبعا هياخد منه فلوس وهيختفي. هيبقى لو اتمسك، اللي هيتمسك ده اللي اتعمل له التوكيل او اللي اشترى في حسن نية، وهنا طبعا هيبقى هو اتنصب عليه وانت اتسرقت. فنصيحة من ذهب، اوعى تسيب الرخصة بتاعتك او الورق بتاعك جوه السكوتر بتاعك او جوه العربية بتاعتك. الفيديو كده انتهى. لو عندك اي استفسار اكتب لي في الكومنت هرد عليك، او ابعت لي على رسائل صفحة الفيسبوك. ولو عجبك الفيديو لايك للفيديو وشير الفيديو عشان غيرك يستفيد، وسبسكرايب للقناة عشان هتستفيد من الفيديوهات اللي عليها، وكمان الجرس عشان ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية هتفيدك.